انا عارفه ان انتي عايزه تبسطي بيتك كله بجو رمضان، فبتقلي لهم سمبوسك وبطاطس، وطبعا بتدوري على زيت قلي يكون سعره مش غالي. بس مش ملاحظه بقى ان زيوت القلي المعتمده على زيت فول الصويا ارخص كتير من بقيه الزيوت؟ طب اديني بس فرصه اقولك ليه وايه البديل الصحي. عشان زيت فول الصويا ده ارخص سعرا، ولكن مشاكله الصحيه كتير مع الاستهلاك المفرط، زي انه ممكن يسبب سمنه ومقاومه انسولين وبعد كده سكر نوع تاني. كمان ممكن يسبب كبد دهني او فاتي ليفر او دهون على الكبد، غير انه ممكن يزود التهابات الجسم عشان غني جدا باوميجا 6، ومصنف انه من ضمن اسباب سرطان الثدي، وقد يؤثر سلبا على الغدة الدرقية، غير انه ممكن يسبب امراض قلب بسبب تعرض نوعية الدهون اللي في الزيت للحرارة والاكسدة، فبالتالي بتساعد على تصلب الشرايين. ايوه، يعني ايه الحل بقى؟ الحل ببساطة هيكون ان احنا هنقلل القلي بالزيوت دي لمرة في الاسبوعين او بالكتير مرة في الاسبوع. وتاني حل سهل ولطيف، ان انتي بتمسحي الاكل بزيت او بزبدة او بسمنة طبيعي وبتدخليه الفرن يتشوى، بيبقى طعمه حلو جدا، والحركة دي بتنفع جدا في البطاطس وكمان في السمبوسك. وهتلاقي وصفات كتير جدا انا منزلاها بالطريقة دي من رمضان اللي فات، ولسه منزلة بطاطس ويدجز قريب صحية. او ان انتي تجيبي اير فراير. اكتبي لي في الكومنتس بتقلي كام مرة في الاسبوع، وايه جربتيه شوتيه في الفرن بدهون قليلة وطلع تحفة.